السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فكرة جديدة حبيت اشاركها معاكم، يا ريت تنال اعجابكم. بتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان اكيد عندكم نفس الحاجة دي ومش عارفين تتصرفوا معاها ازاي. لو اول مرة تشوفوني، انا تقى بقدم محتوى عن اعادة التدوير والخياطة. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدأ. بنطلون الاطفال ده انا عملته من البنطلون ده. انا متأكدة ان كله اشترى البنطلون ده عشان خاطر يلاقي راحة، بس لقى ان القماشة ممكن بتتقطع من مكان الحجر او بتنهري كده من اماكن مختلفة. فانا هنا النهاردة اخدنا البنطلون ده وعملنا له اعادة تدوير لبنطلون اطفال واسع وجميل، واكيد مش هتلاقي نفس المشكلة دي لاننا بنتلاشى تماما الجزء اللي بيهلك او المش مريح. هنا قلبنا البنطلون وخدنا العكس بتاعه وقصينا على بنطلون اطفال موجود عندنا بالمقاسات اللي احنا حابينها، وان احنا ما نهدرش اي قطعة من البنطلون القديم، حتى لو هيطلع كبير شوية على الطفلة اللي محتاجاه، بس هيبقى ان احنا ما اهدرناش حاجة. هنظبطه عليها وبعد كده لو في طول زيادة نتنيه، وبعد كده لما تطول شوية نفرده لها. هنا قصينا البنطلون زي ما انتم شايفين وعملنا الجزء الامامي والجزء الخلفي، وهنبتدي ان احنا نعمل الجزء بتاع الاستيك، وهتشوفوا هنستغل كل حاجة موجودة في البنطلون للبنطلون بتاع البنطلون الجديد بالشكل ازاي. هنا الجزء اللي بقى معانا من القص، هنا مش هنهدر اي حاجة من القماش زي ما اتفقنا. الجزء اللي باقي معانا من القص هي الجزء ده فيه استك وفيه حزام صغير. هناخد الحزام برضو ونستغله للبنطلون الاطفال ونركب معاه الاستك الجديد للمقاس الجديد بتاعنا. وكمان الجزء الباقي من القماش ده هيبقى فيه الجزء بتاع الاستك، وبكده يكون قصينا البنطلون. ويلا بينا نبدأ فقرة المكنة. بتمنى الفكرة تكون واضحة. اول حاجه بقى نبتدي على المكنه ناخد الجزئين الكبار اللي احنا قصيناهم. هنا احنا هنشتغل شغل حاجه على نضيف. ليه بقى؟ عشان اسهل عليكم فكره ان انتوا ما ترجعوش للسرفله لحد، او حتى لو عندكم برضو ما تحتاجوهاش. القماشه دي لما بتشتغليها على نضيف بتبقى افضل ليها واريح، وكمان بتحافظ على عمر القماشه شويه. هنا الجزء ده ازاي بنعمله على نضيف؟ زي ما انتوا شفتوا في القص ان انا كنت سايبه سنتي ونص في الامام عشان ان انا اقفل بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ويطلع التقفيل مظبوط والامامي مظبوط مع الخلفي. هنا انا قفلت الجزء اللي تحت، لميت عليه الجزء اللي فوق بحيث ان هما يضموا على بعض ويتقفلوا تقفيل نظيف، محتاجش لا سرفله ولا اني اسيب القماشه مفتوحه، لان القماشه دي زي ما اتفقنا اصلا ده العيب بتاعها. الفسكوز يا جماعة فيه منه أنواع كتير، ولازم لما نيجي نشتري نستنضف قوي في القماشة من ناحية الخامة ومن ناحية السعر، وما نبصش السعر فقط، لأن ممكن السعر يكون غالي بس الخامة مش أفضل حاجة. كل الفسكوز جميل ومريح، بس للأسف في منه أنواع في السوق بتندم الواحد إن هو يشتري. يا ريت الفكرة تكون واضحة، ولو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى الفيديو يكون عاجبك، وبتمنى تتابعيني على صفحتي وهو على صفح السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف، وسبسكرايب بقى على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من إبداعاتي. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا نركب الجزء بتاع الاستيك. هنقص طبعا على قد الوسط ونقفل ونعمل مكان لخرجة الحزام. والفكرة دي جميلة وسلسة، مش بتخليكي برضو تحتاجي لعراوي ان انت تطلعي الاستيك او تطلعي منها الحزام. افكار بسيطة بس صدقوني بتفرق كتير. حاجات بتبقي هدراها ورمياها وعاملة معاكي مساحة وكركبة كتير، بس لو عملت لها اعادة تدوير وافكار جديدة هتستغليها وتنبسطي بيها. هنركب هنا الحزام بنفس مبدأ تقفيل البنطلون. هنركب الحزام بان احنا نركبه على نضيف عشان ما نحتاجش برضو سرفلة. صدقوني الفكرة جميلة
وما تستصعبوهاش. لو انت حتى ما عندكيش مكنة ممكن تعملي كل الافكار اللي تقدري تنفذيها انت، وكملي مع اي حد قريب منك عنده مكنة يقدر يفيدك. الموضوع محتاج مكنة عادية جدا، بس انتي ما تهدريش الحاجة اللي موجودة عندك وجربي الفكرة. صدقيني هتنبهري وهتنبسطي جدا لما تستخدمي حاجة ما كنتيش اصلا معتبراها ليها قيمة عندك، او اعتبرتي ان هي خلاص مفروض ان انتي ترميها. بعد كده هنبتدي نركب الاستيك هنا 40 سنتي بالنسبة لوسط الطفلة اللي موجودة معانا. بعد كده هبتدي اقفل برضو الحزام هنا على نضيف. كل التقفيل هنا زي ما اتفقنا عملناه على نضيف، محافظة على القماش وتوفير للوقت والجهد بالنسبة لنا ان احنا ننتقل لحد يعمل لنا سرفلة. عدلنا هنا البنطلون معانا واصبح معانا بنطلون كامل نقدر نستخدمه ويكون نفرح بيه طفلة وتعتبره ان هو جديد. على فكرة هنا القماش يعتبر فعلا جديد، لان هو من اول لبسة بالكتير قوي بالنسبة لصاحبته او تاني لبسة بتلاقيه القطع اللي احنا شفناه في اول الفيديو ده. بعد كده بنبتدي نكون كده خلصنا يعتبر البنطلون يا دوبك على طول البنت، وبنبتدي ان احنا نتني تانية ليه. انتوا هنا بتحسوا ان هو نفس البنطلون اللي انا كنت ماسكاه في اول الفيديو، بس المقاسات بس هي في التصوير بتخدعك شوية، بس هو ده بنطلون تاني خالص بمقاسات تانية خالص. وخدنا طبعا الجزء السليم جدا من القماش، يعني هنا ده بنطلون معانا سليم جدا. هنا البنطلون هنا ليه ممكن تسأليني تقولي طب ما ممكن يتقطع نفس القطع بالظبط وتلاقي نفس النتيجة. لا، احنا هنا خدنا افضل جزء موجود في القماش السليم، وفي نفس الوقت مقاسات الاطفال يا جماعة مش هتقطع نفس القطع ده، لان طبعا الاطفال بتبقى ما عندهاش هنش جامد او كده ان هي تقطع القماش او يكون الحجر بالنسبة لها ضيق. بتمنى تعجبكم الفكرة وتستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، ولو نفذتوا الفكرة يا ريت تبعتولي في صور ونشاركها مع بعض على الصفحة. واسيبكم بقى مع البنطلون، وبتمنى تقولوا لي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.